السلام عليكم. اليوم غنديرو كيك مميز زوين وجديد، ولكن ما غنطيبوهش في الفران. هذا هو السر اليوم. غنطيبوه في الكسكاس، يعني غنطيبوه غير بالبخار وغيجي كيك رائع بحال الكيك اللي كنطيبوه في الفران. هاد الطريقه هذه غنديرها معكم، يعني شي نهار تكونوا في شي بلاصه اولا مخيمين اولا كتكريو في شي دار اللي ما كيكونش فيها الفران اولا ما كتلقاوش البوطه. فهذه فكره باش غادي توجدوا هاد الكيك هذا بلا ما يكون عندكم الفران. غنحتاجوا في المكونات نص كاس ديال الزيت تقريبا، واحد كاس لاروب ديال السكر، حبيبات، جوج بيضات متوسطين، واحد جوج ياغورت صغار، نص كاس ديال الماء يكون دافي. غنحتاجوا الدقيق على حسب الخليط والخمارات، وكذلك واحد ساشيه الفاني. غنبداو بالطريقه على بركه الله. هي طريقه سهله، غنديروا بحال الطريقه اللي كنديروا لي كيك كاملين، غير انما غادي نطيبوها في الكسكاس. طريقه سهله كيف عودتكم. غناخذوا جوج بيضات ديالي، غنزيد عليهم السكر والزيت وكذلك الماء، واحد نص كاس الماء، وغنضيف الياغورت اللي هما جوج الياغورت صغار. المذاق ديالهم كيكون لذيذ بزاف في الكيك، يعني كنصحكم بهذا الياغورت في الكيك، راه كيجي روعه. غادي نحطوا هاد الكيك، نحطوا هاد الياغورت كذلك غنديروهم في هاد مع هاد الخليط، وغادي نكملوا الطريقه. غنضيف هاد الياغورت اللي قلت لكم جربوا هاد الياغورت الصغير في الكيك، راه كيجي زوين بزاف. غنضيف جوج ياغورت من حجم صغير، واللي عنده ياغورت كبير يعني اي مذاق كيفضلوا في الكيك يقدر يستعملو. مي جربوا هاد الياغورت الصغير، حقا مذاقه كيجي مختلف في الكيك. غنستمر دابا، غنبدا نخلط كل شيء. بغيت ندير الخلاط اليدوي اولا الكهربائي اولا اي نوع، اي حاجه بغيت نخلط بها ممكن نخلط بها الكيك ديالي. غنخلط مزيان هاد المكونات هادو كيف كتشوفوا معايا، ضروري ما نخلطوهم مزيان مزيان. دابا غنضيف واحد الساشيه ديال الفاني في هاد المرحله باش حيد البسوليه البيض، وغنستمروا في التخلاط. من بعد ما درت الفاني ديالي، دابا غنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه. عندي واحد تقريبا جوج كيسان ونص عامرين من الدقيق الابيض مغربل. غنضيفوا لهاد الخليط، ولا احتاجيت اكثر انا على حسب الدقيق وعلى حسب الحجم د البيض، يعني نتوما غديروا عندكم ميزانكم. شفتوا كفاوكم جوج كيسان ونص قياس العنبه عامرين، هي هذيك. ما كفاكمش كتضيفوا ربع كاس اولا نص كاس على حسب اللي عندكم. المول ديالي ها هو، انا غندير المول المستطيل. انا دابا درت فيه الزبده ودرت فيه الدقيق، ودابا غادي نكملوا التحراك ديالنا ديال هادشي.
ودابا من بعد ما وجدت الخميره ديالي والشبيكه فاش غنغربلها، دابا غادي نضيف الخميره للكيك ديالي كيف شفتوا معايا، وغادي نخلط هاد الخمارات جوج غير بشويه باش ما يطيروش ليا على برا، وتكون الكميه كافيه د الخميره. غناخذ جزء من هاد الكيك غادي نفرغه في هذا في المول، والجزء اللي بقى النصف غادي نضيف ليه واحد ساشيه الكاكاو وغنخلطها كذلك، ثم غادي نضيفها للمول ديالي. يعني هاد الكيك غتجي مزوقه بجوج الالوان، لون الكاكاو ولون العادي. كيك لذيذ بزاف بزاف. شي كيردون اولا شي موس، ونحاولوا نزوقوا هذيك العجينه الكحله مع البيضه باش تجي ممزوجه. ودابا بقى لنا غير اننا نوجدوا البرمه ديالنا. غنديروا فيها الماء، وغنديروا الماء سخون، يعني الماء يكون ساخن طالع منه البخار، وغادي نوجدوا الكسكاس ديالنا اللي غنديروا فيه الكيك، وغادي نغطيوه وغنديروه فوق البوطه. يعني هذا الكيك غنطيبوها في الكسكاس بالبخار ماشي في الفران. خديت البرمه ديالي ودرت فيها الماء سخون. هانتوما كتشوفوا معايا الماء يعني يكون فيه البخار، يكون ساخن، هو اللي غادي يطيب لينا هذا الكيك. هذا الكيك غطيب غير بالبخار، يعني ما غطيب لا ببوطه لا بوالو، يعني ماشي الحراره غتكون مباشره عليها. من بعد ما درت الماء في البرمه ديالي، دابا غادي ناخذ الكسكاس نتوما تشوفوا معايا، وغادي نحط فيه الكيك ديالي. غنحط فيه الكيك ديالي، هانتوما كتشوفوا الطريقه. ثم غنغطيوها بشي منديل اللي غادي نغطيو فيه من داك البخار اللي كيطلع. داك الماء خاصو يشربو الزيت، يعني ما خصوش يرجع للكيك، فلهذا داك البخار غادي يمشي كامل للزيف ديالنا. دابا انا غطيت بواحد الزيف ودرت الكاميل، غطات الكاميل البرمه فوق من الزيف. فهذه هي الطريقه، يعني ساهله. غندير الكيك ديالي وغندير فوق منها شي منديل. الا كانت الكيك غادي تنفخ ليا غندير شي عويد باش غنرفع شويه المنديل. هذه هي الطريقه ساهله ماهله كيف شفتوا معايا، وكيف غطيت الكيك ديالي بالمنديل وبالغطاء. الكيك ديالي هو هذا. من بعد ما حيدته من الكسكاس راه خدا ليا 45 دقيقه تقريبا، ممكن ياخذ لكم اقل او اكثر. يعني حاولوا ما تحلوش عليه، ما تطلوش عليه قبل من 30 دقيقه او اكثر، راه ما كيتحرقش. يعني كونوا متاكدين، يعني داك الحراق راه ما كيكونش الا لا ما بقاش عندكم الماء في البرمه، او الماء في البخار ما بقاش عندكم. فهذا هو الكيك ديالي. شوفوا كيف كيخرج، يعني كيك منفوخ رطب هشيش، كانه طيب محمر، كانه طيب في الفران. يعني صراحه طريقه الاوقات العصيبه، نكونوا ماشي في دارنا اولا مخيمين اولا في البحر اولا نكونوا يعني في شي دار اللي جديده علينا ما فيهاش الفران اولا تقادات البوطه، فهذه طريقه مميزه كتنفع وقت الحزه. الكيك كيجي مرخم كيف شفتوا انا وجدته معكم، وقطعته باش تشوفوه من الوسط طيب، ما معجن ما والو، ها هو باقي سخون وقطعته. رغم ذلك راه كيجي رائع جدا. ممكن نستعملوا مول دائري او مربع على حسب الكسكاس وعلى حسب الظروف اللي عندنا. الا عندنا اي اناء كيقدر نتبخروا به من غير الكسكاس نقدروا نستعملوه، لكن يكون مرفوع شويه من القاعده اللي فيها الماء. كنتمنى هذا الكيك اللي هو زوين ومهم جدا وغينفعنا في الاوقات العصيبه يكون نال الاعجاب ديالكم بالصحه والراحه.